باسم مرسي مش متابع، بيسأله مهيب بيقول له انت سبت الزمالك، مالك ومال الاهلي؟ ما هي الفكرة يا مهيب ان الاهلي هو اللي هيخليه معروف، وهو اللي يجيب له مشاهدات، وهو اللي يخليه على الترند، فيطلع يتكلم على الاهلي ويغلط في الاهلي ويغلط في اللعيبة ويغلط في الادارة، وفي مخيلته المريضة ان هو كده صح. نفس النهج اللي بينهجه رضا عبعال، واللي بينهجه اسامة حسن، واللي بينهجه كل اللعيبة دي. لعيبة ملهاش لازمة، اتركنت ما كانش لها لازمة اصلا في خلال مسيرتها، فيطلع يجيب اسم الاهلي جملة الارقام مفيدة. ولا اخش تابع في. الفيديو. طيب، انت سبت الزمالك خلاص، صح. مالك ومال النادي الاهلي؟ ماليش والله خالص. امال ايه؟ دايما بالعكس. كده ليك تعليقات على النادي الاهلي، مركز مع النادي الاهلي، او في اي مناسبه تيجي لازم تدي حته على النادي الاهلي. بص يا مهيب، انا بسأل سؤال مثلا، الناس تقول لي هو انت لو جالك النادي الاهلي هتلعب في النادي الاهلي؟ بقول لهم لا، مش هلعب في النادي الاهلي. مم. ده يزعل النادي الاهلي؟ هو انت النادي الاهلي كان طلب منك ان انت تلعب فيه اصلا يا راجل؟ ده انت كل اللي لعبته في الزمالك موسم واحد بس. هو موسم جبت كام جون وعملت كام حركه وخلاص الموضوع انتهى. ومن ساعتها ما شفناكش بتلعب في ولا فريق، ولا بتجيب ولا جون، ولا ليك اي لازمه، ولا ليك اي تاثير. النادي الاهلي مين اللي يدور انت عليك؟ جالك انت النادي دماغك الاهلي قبل فين كده؟ انا اصلا؟ بقى احسن واحد واحد. بيسألني سؤال، صحفي بيسألني سؤال، ايوه. بيقول لي انت هتلعب في النادي الاهلي؟ امم لو جالك النادي الاهلي تلعب فيه؟ طب بص، انا هوريك مثلا. انا عايز بالبرويه يا جماعه، من بدايتها، واحده واحده كده، عشان ايه نعرف نفسر الحاجات دي. اولا ده في معسكر يا عم فريقك. ده اساس 10 يا عم صفر. اه. طب انا عايز اعرف حاجه، ايه المشكله في الفيديو؟ ايه؟ ايه المشكله؟ هقول لك. حاسب. احمد محسن اولا انت ده. لابس تيشيرت احمر. ده احمد محسن بنام فيه. ايه؟ بنام فيه. اه والله بنام فيه، تيشيرت نوم. باسم. والله العظيم في الغرفه اهو، بص في الغرفه والله بنام فيه. اه. يعني ده معسكر كليوباترا صح؟ سيراميكا كليوباترا. طب يعني افرض بقى انت مثلا الماتش اللي جاي بتلعب الزمالك، هموت نفسي طبعا. واللعيبه اللي قاعدين قدامك احمد محسن ومين؟ ومحمود البدري على فكره ربنا. احمد محسن بالمناسبه دلوقتي. يعني عايز اقول لك حاجه، البدري آه. ده يعني اتصاب، ده من الناس اللي فرقت معانا جدا السنه اللي فاتت في سيراميكا كليوباترا، ولاعيب راجل جدا، وكان خلاص يعني لولا الاصابه دي كان راح منتخب مصر بالفعل، كانوا كلموه يعني، كان عندي معلومه ان هم كلموه وسالوا عليه في النادي وكده، وكان راح منتخب مصر. تمام. فانا بتمنى له من خلالك اللي هو ربنا يشفيه ويعافيه، هو لعيب كبير ويرجع تاني اجمد من الاول ان شاء الله. واحنا كمان بنتمنى له كل الشفاء العاجل ان شاء ومحمد الله. كوكو برضه الجون بتاعنا كان جاله برضه الف سلامه عليه. رباط، كل في حاجه اللعيبه في اللي الرباط اتصابوا. الداخلي كده، بس كوكو سريع الحمد لله، بسيطه يعني. عايز اقول لك في اللحظه ربنا دي يشفيهم الاثنين يعني. المهندس يحيى كومي قاعد مع احمد محسن بيخلص معاه. والله. اه. دلوقتي احنا حتى يعني كنا متواصلين مع التليفون. نزل فيديو احمد. اه. تاني يعني ايه؟ مش فاهم. يعني احمد محسن نزل فيديو ماسك المانجا. كل الناس بتحب المانجا. مفيش حد ما يحبش المانجا. لا، وانت لابس النهارده ما شاء الله، لابس اصفر برضه. لا مش طبعا. سهل انت. لا طبعا. الاسماعيلي